ازيك يا باشمهندس رشاد، عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه يا باشا؟ احنا الحمد لله. انت عارف هنتكلم في النهارده؟ الحب ولع في الطور. هنتكلم عن الجواز والمشاكل اللي بتحصل بسبب اللي بيتجوز بدري والدنيا دي كلها. كواحد عندي خبره اتجوزت مرتين قبل كده، الدقني دي. السؤال المهم اللي بنسأله على طول، ايه اللي بيجي في بالك لما بتسمع كلمة جواز؟ يعني بص، هو فكره الجواز بالنسبه لي يعني ان في حد تكون انت في حد مثلا معاك متشارك معاه حياتك كلها. فانت يعني كل حاجه في حياتك انت في حد خلاص بقى. انتوا عباره عن اتنين في واحد حرفيا، يعني اللي هو انتوا في حاجه متشاركينها انتوا الاتنين مع بعض في تفاصيل حياتكم كلها بقى. طب ممكن نخش من الأول، ايه السن اللي انت شايفه مناسب؟ يعني ايه السن المناسب دلوقتي لشاب إن يتجوز؟ هنخش الناحية التانية بس نتكلم على الشاب بما اننا يعني ايه ناحية الولاد، ما نخش فيه من الأول. بص، هو انا عن نفسي اللي انا بشوفه قدامي ان مفيش سن مناسب. هي العقليه امتى تكون مناسبه؟ يعني انا دلوقتي انا كرشاد، انا دلوقتي في اخر سنه في الجامعه، انا برضو مش شايف نفسي دلوقتي اللي انا اكون مسؤول، اللي انا في بيت مسؤول عنه واسره وكلام زي ده. اللي هو شيل المسؤوليه دي ليها ناسها. في ناس ممكن تلاقي يقدر يخطب او يتجوز من ثانوي، يعني ده دماغه تقدر اللي هو يقدر يشيل المسؤوليه دي من دلوقتي. في ناس وفي ناس مش سن معين، يعني ممكن تلاقي واحد مثلا داخل على 30 سنه ودماغه لحد دلوقتي مش مهيئه اصلا انه يتجوز. انا متقبل فكرة ان البنت تتخطب بدري عادي، بس هو السؤال اللي بيجي في دماغي وبيجي في دماغ ناس كتير لما الشخص مثلا زي ما انت قلت من شوية من ثانوي وكده، الاب ده يعني بيوافق على اساس ايه؟ فاهم؟ يعني انت ما تعرفش هو يعني انت ما شفتوش شال مسؤوليه ولا شفت اي حاجه، انت وافقت على اساس ايه مثلا؟ هو في ناس بتبقى اغلبها مثلا بتوافق على اهل الولد، يعني عارفين اهله ناس كويسين وبتاع وجيرانهم مثلا حاجه زي كده. اللي هو برضه شايف مثلا اهله اللي هو يكونوا مقتدرين، او هو مثلا في كليه كويس، مثلا كليه من كليات القمه او حاجه، فيقول لك ده خلاص ده ضامن شغل، مع ان دلوقتي ده مش موجود، يعني ده مش حاصل. بس يقول لك ده مثلا خلاص ضامن شغل يبقى وسترها بدري. اللي هو في ناس برضه بتخاف على بناتهم، اللي هو مثلا ما يعرفش ايه اللي هيحصل برضه. انت زي ما انت شايف برضه دلوقتي ما فيش يعني الدنيا في مصر هنا ما فيهاش امان دلوقتي خالص. فهو بيقول لك لو انا عايز اسطر بنتي بدري انت بس. شفت الموضوع الترند اللي طلع، اللي هو واحد مثلا انت بتحب حد، الحد ده رفضك فانت تروح تقتله؟ ده غباء، يعني اللي بيحصل ده غباء. يعني برضه هو في ناس كان يقول لك بيستعطف القاتل ده، مش فاهم هي ضحكت عليه غفلته. غفلته كل حاجه والواد غلبان وبتاع، بس مش لدرجه يقتلها. يعني هو ده يعني وصل لدرجه ده حاجه صعبه. والموضوع دلوقتي كل ما احنا بنحاول نشيره، حتى لو احنا مش عاجبنا الموضوع، فاحنا عمالين نشيره على الفيس بالرفض او القبول. انت بتعمله شهره، فانت كده الموضوع دلوقتي كل ما واحد يشوف مثلا يقول لك في كان حوادث تانية تقريبا حصلت بعدها. كان في واحد منهم قال انا هعمل معاكي زي ما عملت مع نيره، وقتلها بعدها. فزي قصدي ما زي ما واحد يعني اللي قتل ده عمل مع نيره. فهو الموضوع بيكرر بسبب الشهرة بتاعت الموضوع، فكل واحد بيقول لك خلاص انا عايز كده. يعني هو دماغه ممكن بعد كده دماغه ما تعرفش فيها ايه، تربيته نفسها ما تعرفش من صغره هو متربي على ايه اصلا في البيت. في موضوع الدين اصلا، في دين في البيت او في الكلام ده مفيش. يعني دلوقتي انت لو اصلا اغلب المدارس العامه، انت بتشوف حتى الفيديوهات ساعات اللي هو بتبقى تريقه وبتاع، بس فيها فيديوهات فعلا بتزعل. اللي انت تجيب مثلا عيل من صغره في اعدادي ثانوي، بتلاقي من المدارس الحكوميه بالذات يسالوه مثلا اركان الاسلام، حاجات اللي هي بتبقى ابسط التعليم ما يكونش عارفها. فانت في ازهر بيكون غصب عنهم عارفين حتى لو الشخصيه دي كويسه او وحشه، بس هو بيديله الحاجات دي. في العام هو الدين اصلا مش مضاف للمجموع، فحاجه مفيش. يعني هو في دماغه مش مبصل للموضوع ده اصلا. طب بيقول لك ان اكبر عامل من العوامل دي ان دلوقتي الافلام والمسلسلات هي اللي مسيطرة على الفكر الشباب ده. ان هو مثلا عندك البنت عايزة تتجوز علشان ايه؟ تعيش قصة الحب اللي بتشوفها، وبعدين يمسكوا في ايدين بعض يخرجوا وياكلوا، والولد يقول لك ايه؟ انا عايز اعيش الحياة دي، فاهم؟ ايوه. بس بعد كده لما يجوا بعد الجواز تلاقي لا، الدنيا عكس، وتلاقي في مشاكل كتيرة قوي وناس بتتطلق بأسباب. انا نفسي الاسباب كتيرة واسباب غير مفهومة. عندك بعض الاسباب دي؟
هو ده في الاول اصلا يعني سبب من الاسباب ان هم ناس عيال صغيره، هم بس عايزين يعيشوا قصه حب زي افلام المصري او الاجنبي. هو في دلوقتي الافلام المصريه اصلا بتحاول تقلد الافلام الاجنبيه بدماغهم هم، يعني هم واخدين دي منهم بس ما ياخدوش مثلا الحاجات الحلوه من بره وبتاع، واخدين دي بس. فهم بقى عايشين اللي هو خلاص قصه الحب الرومانسيه اللي انا يا دوبك هتجوز وخلاص كده، اللي هو انا كده بقت وردي. بس هو بعد كده الموضوع صعب. ده انت خلاص بقى بعد كده انتوا هتعيشوا مثلا اول سنه حب وبتاع ومش عايلين هم حاجه، بس شويه في عيال، في مسؤوليه، في حاجات زي كده. وغير كمان اللي هو بتبقى قصه الحب دي مثلا لو فتره صغيره واتجوز على طول، فانت ما بتعرفش اللي قدامك اصلا على طبيعته، او مثلا في حاجات هو مخبيها عنك بتاع. فما فيش كل حاجه بتظهر من اول مره كده، لازم يكون مثلا في عشره، مثلا انتوا خطبتوا فتاخدوا فتره تعرف اصلا مواصفات اللي قدامك او اللي قدامك، فتعرف منها ايه اللي هي يعني مثلا اللي قدامك ده هينفع يكمل معاك حلو او وحش. حتى لو حلو بس مواصفاته مش موافقه معايا، فاحنا ما نقدرش نكمل مع بعض بس. طب هل هل كل ما فترة الخطوبة بتزيد ده بيبقى كويس للحوار اللي بعديه على طول، يعني المرحلة التانية؟ ما هو دلوقتي بص، هو الموضوع دلوقتي ساعات اول ما يطول بيبقى مش اسمه ده مش لطيف. اللي هو يقول لك اسمه ده دلوقتي في ناس بتاخد مواضيع الخطوبه ده اللي هو خلاص انا دلوقتي معايا واحده بكلمها فرحان، فعمال يطول فتره الخطوبه. هو بالنسبه له اللي هو كده دي لعبه، ممكن بعد كده ما يكملش معاها اصلا. فهو انا بالنسبه لي يعني فتره الخطوبه المفروض مثلا بتكون من سنه لسنتين، حتى لو سنه او سنتين، اللي هو يكون واحد كون نفسه اللي هو بس، ويكونوا اتعرفوا على بعض وبتاع، ولا تكون اطول من كده ولا اقصر من كده جامد اللي هو يكون ما يلحقوش يتعرفوا على بعض اصلا. وبالذات لو في مثلا زي جواز الصالونات اللي هو بيكون اول مره يعرفها دلوقتي. طب بيقول لك ان ممكن يعني بعد خطوة الجواز ممكن الاب او الام يتطوروا عقلانيا وذهنيا، يعني يبقى يعني الاول مثلا ممكن نقول ان هو كان لسه زي ما هو طفل، بس بعد المرحله دي وبعد ما اتحط تحت الامر الواقع بقى لازم يشيل مسؤوليه. هل ده يعني ظاهر ولا عباره عن اسطوره بس وكده خلاص؟ هو بص، في ناس كده فعلا، يعني في كده امثله قدام ناس نعرفهم كانوا كده فعلا ماشيين بالمبدا ده. فيعني عادي اللي هو اهلهم راح جوزوهم بدري على طول. وانت عارف الناس في الارياف والكلام ده بالنسبه له جوز ابنك او بنتك بدري، اللي هو ماشيين على الموضوع ده. وفي ناس يعني انا برضو في واحد اعرفه بدأ الموضوع في الاول اللي هو كان اخر سنه في الجامعه، قال لك انا قررت اخطب. حتى ساعتها يقول لك هو كان فلوس معاه مش مكمله، مجرد بس مشي في الموضوع وبتاع. هو دلوقتي خلاص اتغير فعلا، يعني احنا دخل في موضوع الخطوبه وبتاع وبقى وفعلا عقليته اتغيرت قبل وبعد، يعني قبل فتره الخطوبه وبعد فتره الخطوبه. فحتى هو دلوقتي هو اللي عمال يشجعنا احنا، اللي احنا كلنا نشجع الخطوه دي يعني. ففي ناس بتتحول، في ناس بتفضل زي ما هي نفس العقليه اللي هو معتمد بقى على بابا وماما والشغل ده. دي حاجه مش كويسه يعني. طب بيقول لك لو اتجوز بدري يقدر يعيش سلمه مع عياله، يقدر يفهم ويقدر يعمل. بس انا من رايي ان هو مش حوار بدري زي ما انت قلت في الاول، عقليته ممكن يبقى كبير، يعني كبير مش لازم يبقى صغير في العمر، بس متقبل ابنه بيفكر ازاي وفاهم بيفكر ازاي بالطريقه دي. انت مع اي راي؟ هو انا بص، هو فكره اللي هو الجواز بدري، يعني بالنسبه لي انا كان فكره الجواز بدري عشان اعيش سني، مش عشان مع اولادي. مثلا انا اعيش سني انا اصلا شخصيا، مثلا انا مع مراتي بتاع، اللي احنا نعيش سننا دلوقتي في فتره كده مثلا تكونوا مع بعض لو لسه سنكم صغير وكده. فانا دي كنت موافق عليها، يعني لحد دلوقتي انا موافق على الفكره دي اصلا. بس اللي هو عشان اعيش سني مع عيالي برضو مهما كان، يعني انت ابنك هتكون فاهمه كده. يعني انا اي واحد دلوقتي ابوه او والدته سنهم كبير او صغير، هم فاهمين انت بتعمل ايه في اي وقت اي حاجه. بس هو في بس حاجه واحده اللي هو يعني الاهالي ممكن دلوقتي الجيل بتاع الابهات اهالينا، يعني الجيل بتاعهم اللي هو كله غالبا تلاقيهم اغلبهم جوازوا متاخر. اغلبهم يعني مثلا بنسبه 80 90% اللي هم اتجوزوا متاخر. جدودنا هم تلاقيهم بقى هم متجوزين كلهم بدري. فهم اللي كانوا يعني دول بالنسبه لهم فكره الجواز بدري. لو هم موجودين دلوقتي، اللي هم مسؤولين دلوقتي، هم يخلوا العيال كلها تتجوز بدري. اهالينا اللي هم فوقنا على طول، ابونا يعني مثلا والدي او والدتي او اي حد ثاني، يعني هتلاقي اغلبهم مثلا هو متجوز متاخر. يعني مثلا انا والدي جوز عنده 30 سنه،
فهو بالنسبه له فكره ان انت تتجوز بدري ده انت لسه عيل، يعني انت مستعجل على الجواز ليه؟ انت ما تقدرش تصرف على نفسك اصلا. فهي دي الفكره. بس هو دلوقتي هو بس في حاجه ان مثلا الاهل برضو ايه بيكونوا حاجه في غافلين عنها، ان موضوع ان مثلا ابنك تاخر جوازه او بتاع، انت ما بتعرفش مثلا في عيال بيعملوا ايه اسمه ده، ما تعرفش هم بيعملوا ايه او بتاع. انت موضوع مثلا الجواز في الاول ليهم هو ده عفه ليهم، يعني ده موضوع ان انت تتجوزه بدري شويه ده بيكون عفه ليه، ولا يكون صغير خالص ولا تستناهم يكبر خالص. يعني انت حتى في ناس برضه بتلزمهم مسؤوليه في الاول، لو جوزتهم هو كده الموضوع ده بالنسبه لهم كده كويس، يعني كده انت بيمشي مع في ناس بيمشي معاهم صح، لو انت لو الزمته مسؤوليه خلاص هو هيمشي ورا. وفي ناس تانية انت لو الزمته مسؤوليه ممكن يروح سايبها اصلا خلاص، يعني اللي هو مش حاطط دماغه لاي حاجه يعني قدام. هنتكلم في نقطة مهمة. سؤال عندي، الارتباط، فاهم؟ مش الخطوبة، الارتباط اللي هو ولد وبنت يتكلموا مع بعض يقول لك احنا مرتبطين. انا الصراحة شايف الموضوع ده مش لطيف، لان الموضوع ده معلش انا كولد او غيري من الولاد لازم تلزمه بحاجة. لو ما لزمتوش بحاجة هيبقى لعب. وانا بقابل ناس كتيرة من صحابي الموضوع بالنسبة لهم لعب. والموضوع ده بيسبب مشاكل بعد كده، مشاكل كبيرة، ممكن يسبب مشاكل القتل اللي بتحصل، مشاكل الشتايم، ممكن حد يتهجم على حد. انت رايك في الموضوع ده؟ هو بعيدا برضه هو الموضوع لطيف او مش لطيف، احنا دخلنا موضوع شرعي، هو ده كده حرام اصلا. يعني انت انت لو بصيت اصلا لو واحد خاطب واحده ما ينفعش اللي هو شغل، يعني اصلا شرعا انت مثلا واحد خاطب واحده ما ينفعش مثلا يمسك ايديها اللي هو الهزار. احنا كنا في موضوع قبل كده كان بحثنا عنه، ان اصلا شرعا انت مثلا لو واحد خاطب واحده ما يقدرش مثلا ان هو مثلا يهزر معاها والشغل ده. فتخيل بقى انت ده كله وانت خاطب، مش مثلا انت بتكلم واحده. فالموضوع اصلا عامه ان واحد يكلم بنت مفيش حاجه رسميه بينهم ده غلط اصلا. وحاجه من يعني هو من الاسباب اللي بتحصل دلوقتي مثلا تلاقي قتل والكلام ده اغلبهم كان الموضوع بدا كده في الاول اللي هو يقول لك صداقه، وبعد الصداقه حب والكلام ده، مثلا هي بقى تعشمه وهو يعشمها، فما تعرفش ايه اللي بيحصل بعدها. وانت اي حاجه زي كده غلط، انت الشيطان ما تعرفش بقى هيودي لك دماغك فين في الاخر. بالظبط، لان الشيطان بيقنع طرف من الطرفين ان اللي انت بتفكر فيه ده صح، مع العلم ان ممكن الطرف التاني يكون بيلعب او بيهزر، ولد او بنت، بنتكلم من ناحيتين. ايوه، فده كله بيسبب المشاكل الكبيره دي. بس انا شايف ان الموضوع ده بقى موضه في الجيل الجديد، يعني الاجيال القديمه اخف، كل ما ترجع بجيل اخف. يعني الجيل بتاعنا يعتبر اقل جيل تقريبا في الموضوع ده. الجيل الجديد بقى ده المتعارف. ما هو انت لو بصيت اصلا العيال الصغيره، اخوك او اي عيل صغير دلوقتي موجود دلوقتي مثلا لحد سن اعدادي، وممكن يعني اقول اعدادي، انت دلوقتي الدماغ العيل ده ممكن تكون اكبر من دماغنا احنا كتير. ساعتها احنا في الوقت اللي احنا كنا فيه مثلا النت كان لسه بيظهر، يعني اخيرا على النت اللي احنا كنا نفتح لعبه. دلوقتي هم اليوتيوب والفيس والكلام ده هم بيشوفوا كلام احنا لسه بنبدا نشوفه زيهم دلوقتي. فهو ده في ناس بقى اللي هو تبعد عن الكلام ده، اللي هو بقى خلاص يعني اهله قافلين عليه مثلا. في ناس تانية بقى الكلام ده بيودي دماغهم لحته تانية بقى، هم خلاص هم بيشوفوا حاجات اصلا يعني احنا نفسنا ما ينفعش نشوفها دلوقتي. فيعني هو دماغهم بقى بتوديه لحته تانية. ودلوقتي ما فيش رقابه اصلا يعني من اهل على عيالهم في موضوع النت والكلام ده. فيعني ربنا يستر ربنا يستر على الاقل. لما بيستغلوا مثلا بقى النت ده حاجه كويسه، حاجه مثلا تنفعهم بعد كده او تنفعهم دلوقتي اصلا. وفي ناس ثانيه بقى بتستخدم النت في حاجه ثانيه يعني. اليوتيوب، بما انك جبت نقطه اليوتيوب دلوقتي زي ما انت شايف محتوى عائلي بقى دلوقتي. ده برضو ترند ان اي حد بقى عايز يتجوز عشان يخش يعمل يوتيوب محتوى عائلي فياخد فلوس فيكسب. بس انا شايف ان معظم الموضوع ده موضوع استثماري. فالموضوع الاستثماري ده للاسف بيجي ضحايا عليه اطفال الشخصين دول. انه بيكمل يعني هو بيكمل في محتواه خلاص وقف عليه هما الاثنين، فلازم يجيبوا طفل، فالطفل ده اللي يشيل الليله كلها. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ بص، انا كان سمعت قبل كده من دكتور ممدوح نصر الله، كان يعني واحد مشهور يعني على اليوتيوب وكده، في قناه عاملها للكوره والناس كلها عارفاها، وفي قناه تانية وبيتكلم كده عن حاجات شخصيه وكده. فكان جه قال لك في مره يعني الناس اللي هو بتعمل فيديوهات زي دي، هو قال في العموم يعني ما حدش حد بعينه،
قال لك يعني لو حد، يعني الناس دول مثلا هو حياتهم كلها احنا عارفينها في الفيديوهات، حياتهم كلها حرفيا يعني كلوا ايه شربوا ايه راحوا فين جم منين، لو هم بعد الفيديوهات هيعملوا ايه؟ يعني انتوا بتعملوا ايه في حياتكم تاني؟ يعني اذا كان هي انتوا شغلكم هو اللي انتوا يعني الشغل اللي انتوا بتعملوه بتجيبوا منه فلوس والكلام ده. زي ستار اكاديمي كده. اصلا انا مالناش دعوه كده. يعني مثلا زي اسمه ده قناه حمدي ووفاء، حمدي ووفاء شو يعني، هي قناه تعصب اصلا. يعني هو انت شغلهم كلهم بيستغلوا العيله كلها من اصغر عيل لاكبر واحد، تلاقي تفاصيل حياتهم كلها موجوده. طب ليه يا جدعان؟ هو انا مش فاهم ايه ده اصلا. وانا مش لو مش حاقد عليهم او بتاع، لو الفلوس بتجي لهم، بس انا بتكلم الفكره اصلا اللي لازمتها ايه. يعني هو انت بتعملوا ايه؟ تحس ان هم بيستغلوا كل حاجه. والموضوع ده كمان بعد ما القناه بتاعتهم انتشرت تلاقي ابوه عامل قناه، امه عملت قناه، اخته الله يرحمها كانت عامله قناه الثانيه، اللي هو تلاقي اي حد في العيله، اي حد في العيله يلا خلاص نعمل لنا قناه ونتكلم اي حاجه. والقنوات بتاعت الناس اللي هم بيجيبوا تحديات الاكل تبقى مناظر ما يعلم بالله ربنا. يعني انا مش بتكلم على مناظر اشخاص، انا مش بتنمر على حد ولا حاجه، انا بتكلم على الاكل اللي هم بيعملوه بتاع، بتحس انتوا بتتفرجوا على الحاجه دي بعد ما تخلصوا. يعني هو انتوا مش شايفين نفسكم مثلا بتاع، ما تفهمش في ايه. فبقى بيتجوز علشان يعمل المحتوى ده اكل او بتاع، ويخلف كمان علشان ايه؟ يزود في المحتوى ده. فاحنا بدل ما دخلنا من ان هو موضوع غريزة البقاء وانك تبقى عندك ذرية وبتاع، بقى موضوع اقتصادي بحت 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 يعني. وهتلاقي ابنه هيطلع في الاخر بنفس الدماغ. يعني هو ابنه او بنته هيطلعوا بنفس الدماغ دي، هتكون هيكملوا على اليوتيوب بقى لحد ما تموت. هتلاقي نفس الحكايه هتطلع بيورثوها للعيله كلها. فانت ابنه مثلا اول ما يطلع دلوقتي يشوف ابوه ما بيعملش حاجه غير انه يطلع فيديوهات على اليوتيوب يجيبهم وهما بياكلوا بتاع، فابنه مش هيكون بالنسبه له انا ليه اعمل حاجه مثلا، ليه اشغل دماغي بالدراسه، اشغل دماغي باي حاجه تانية. انا خلاص انا شو اعمل زي ابو قاعد اخش في فيديوهات، اعمل اي حاجه، اصور انا بعمل ايه طول اليوم، خلص الموضوع هتجيب لي فلوس. واحنا الموضوع دلوقتي بسبب ان الدنيا برضو بدات الحياه في مصر بقت تغلى شويه برضو، فاسمه ده اي واحد هو بالنسبه له بيكون همه الاول الفلوس. فخلاص هو بالنسبه له خلاص اعمل فيديو واجيب فلوس اعلي ريتش، زي الناس اللي بتقول لك كبسوا كلام يعني بالله ربنا ايه مش فاهم ايه اللي اطلع واحد الطم على وشي يقول لك كبسوا. طب انا ليه يعني؟ هو إيه؟ انت دماغك كان فيها ايه؟ بتمشي ازاي اصلا في الشارع بعدها؟ يعني انا مش فاهم. كنت لسه بلطم على مثلا واحد بيلطم على وشه، مش هو يجي ينزل في الشارع بعدها الناس ما تشوفوش؟ انا مش فاهم والله اللي بيحصل ده. دلوقتي ايه رايك في موضوع تلاقي مثلا عيله اب وام وعيال، تلاقي مثلا ام قتلت عيالها او اب قتل عياله او اب قتل مراته؟ ايه السبب؟ ايه الحاجه اللي توصله للمرحله دي؟ هو بص، هو ده بيكون وصل مثلا الاكتئاب درجه عاليه، يعني درجه عاليه بقى من مثلا الحزن وبتاع، فهو بعد عن ربنا. بيجي في الوقت ده مثلا خلاص هو بيبعد عن كله، حتى بيبعد عن الصلاه، بيبعد عن اي حاجه، بيبعد عن ذكر ربنا، بيبعد عن كل حاجه. فالشيطان بقى خلاص هو مسك دماغه ويخليه يعمل اللي هو عايزه. فانت هو وصل لمرحله خلاص انت بعدت عن ربنا، فهو انت الشيطان موسوس لك اي حاجه تعملها انت شايف انت كده الصح، انت انتحرت خلاص كده، انا موتت عيالي، انا كده انقذت عيالي. فانا هو بيكون انت ما تفهمش هو يعني انت ممكن وانت دلوقتي قاعد تشوف ايه تقول للناس الهبل دول، انت ممكن بعد كده يعني ممكن انت توصل لمرحله زي دي لو حدش معاك مثلا يساعدك او حاجه زي كده وانت سايب نفسك لنفسك، انت ممكن توصل لمرحله زي دي. فهو ده بيكون مثلا برضه عشان بعيد عن ربنا، مثلا مش ملتزم بالصلاه، مفيش قران، مفيش الكلام ده، فهو دماغه الشيطان بيعمل فيها اللي هو عايزه. طب بما اننا كده في الاخر وفي اخر الموضوع كده، تحب تقول نصيحة أو تقول حاجة بما إنك زي ما أنت قلت في الأول الدكاترة والمعيدين والأمة لا إله إلا الله اللي بتقابلك ما هتبقي لك بني آدم متجوز مرتين؟ بص، هو انا عن نفسي انا ما عنديش، يعني انا الكلام ده اللي بحكيه انا مش من اللي انا الجامد واللي ما فيش زي انا بتكلم، ده الكلام ده اللي بشوفه قدامي، الحاجات اللي بتحصل قدامي. فانا كل اللي اقدر انصحه اللي هو بس اهم حاجه ما تبعدش عن ربنا. يعني انا عن نفسي انا كل شويه ساعات التزم في الصلاه وساعات ابعد عن الصلاه. الحاجه فعلا الوحيده اللي بتنكد عليا لان انا فعلا الوقت اللي ببعد فيه عن الصلاه ده اللي فعلا بيخليه يجي لي اكتئاب. يعني حرفيا تحس ان انت حياتك فيها في حاجه مضايقاك، انت بتكون قاعد عادي مفيش اي حاجه بس في حاجه مضايقاك. فده فعلا يعني حاول انت تقرب من ربنا. يعني هو الوقت ده تقرب من ربنا، انت ما تعرفش انت بتكون في اي وقت انت مزنوق او اي حاجه، احنا ساعتها بنلتزم بالصلاه جامد وندعي ربنا، بعد كده في اي وقت تاني بتلاقي خلاص انت بعدت عن الصلاه ونسيت كل حاجه.
فيعني انا انصح الناس، وانا مش بقول انا الملتزم كل حاجه، انا بقول برضو انا ببعد، يعني انا برضو ساعات في الصلاه ما بلتزمش فيها والقران وكده. حتى بعد ما طلعت من الازهر، في القران ما فيش حاجه، مش حاجه ملزم بيها في القران حفظ والكلام ده، فانا بعدت عن الكلام ده. فانا بحاول كل شويه يعني اروح وارجع يعني، حتى لو رجعت استغفر ربنا وارجع تاني، يعني ارجع للصلاه والقران بس. فانا اللي اقدر انصح الناس بيه اللي في سني اصغر مني ان هم يحاولوا يلتزموا، يحاولوا حتى لو ما جيش مثلا مره انت قطعت او حاجه تقول ربنا مش هيغفر لي، لا، ان الله غفور رحيم. يعني اي حاجه انت عملتها ربنا يقدر يغفرها، بس ترجع. حتى لو عملت ايه يعني تحاول ترجع تاني، وان شاء الله ربنا يدخلنا الجنه كلنا ان شاء الله. كنا النهارده في الزون من الزون بتاع احمد رشاد، باشمهندس احمد رشاد. كان زون مهم لان هو شايف الحاجات دي، شافها قدامه كتير والحوارات دي، فهو كان احسن واحد يكلمنا في الموضوع ده. فشكرا يا باشمهندس. عفوا يا باشا حبيبي. ان شاء الله نكون خفاف بس على الناس اللي بيسمعوا البودكاست. ان شاء الله نخش نيجي في زون بقى تاني، بس زون يبقى ايه، مضحك. ايوه انا نفسي في كوميدي. الشغل الجد ده مش هتعود عليه. السلام عليكم.